بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. للي مش عارفني، معاكم إيمان علي من كوكينج إيمان علي. تعالوا مع بعض النهاردة هنعمل عيش بلدي أو عيش فلاحي اقتصادي كده، سهل وسريع وكمان على البوتاجاز. حاجة كده العيش المصري بتاعنا بكل سهولة وببساطة، وممكن تعمليه بطريقتين، وهعملك طريقة السوا بطريقتين سهلين جدا. أول حاجة كده نسمي الله، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكومنت كده حلو منكم. دلوقتي احنا معانا كيلو دقيق، حطينا عليه كوباية كبيرة من الردة أو المنخول زي ما بيقول ناس كده عليه، احنا هنا بنقول عليه ردة. وهنحط عليه رشة ملح أو نص معلقة ملح صغيرة، وكمان هنحط معلقة سكر. يبقى حطينا كيلو دقيق عليه معلقة كبيرة من السكر ومعلقة خميرة وكمان نص معلقة من الملح، ونبدأ نقلبهم حلو جدا. ونبدأ بقى بعد ما نقلبهم ونخلطهم مع بعض نحط مع بعض الزيت. هنحط لها هنا ايه، ربع كوباية زيت او 3 معالق زيت كبيرة مليانة، ونبدأ نقلبهم حلو مع بعض. وهنبدأ بقى نجيب المية بتاعة العجن، وممكن تعجنيه بلبن. بس هنا ده عيش اقتصادي مصري عادي زي العيش بتاع الفرن بالظبط. انت هنا ممكن بدل ما تحطي، لو انت عندك الحبة الكاملة او دقيق الحبة الكاملة ممكن تحطيه، لكن انا هنا كان دقيق عادي، فانا حبيت ان انا اخليه شوية شبيه للحبة الكاملة فحطيت له الردة. هبدأ أعجنه، هلم العجينة وأبدأ أحط المية واحدة واحدة كده، لأن من دقيق لدقيق بتختلف كمية المية اللي بياخدها الدقيق. هنا بقى هبدأ ألم العجينة واحدة واحدة، أحط لها شوية مية كمان. أنا عايزة العجينة مش ناشفة، عايزاها طرية. عايزين العجينة تكون مش طرية قوي ومش ناشفة قوي. بص هنبدأ كده ايه، نعجن العجينة كده واحدة واحدة. هنلم العجينة ونرجع لكم. هنا لميناها وغسلنا ايدينا، يلا كده نسمي الله بقى. وهنحطها بقى على الرخامة كده، ولو عايزة مية نبل ايدينا بس بالمية كده ونبدأ نعجن بسم الله. زي ما انتم شايفين كده العجينة مش ناشفة ومش طرية قوي، يعني حلوة. واحنا اتفقنا مع بعض ان كل ما بتعجني العجينة حلو وتديها حقها، بتديكي حقك في الانتاج او في الناتج النهائي ان انت عملتيه. فجربيها كده بنفس الطريقة كده والعجن كويس هتعجبك جدا. شايفين ما شاء الله العجينة، هعجنها كويس تاني وارجع لكم. شايفين بصوا انا كل شوية اعجنها، انا تقريبا عجنتها حوالي 10 دقايق او 12 دقيقة بالظبط. فضلت اعجن العجينة كده بنفس الطريقة. ده بقى نلم العجينة ونحطها بقى كده ونسيبها ونغطيها ونسيبها لما تخمر. ادي العجينة اهي لما اتعجنت، شايفين العجينة بقت ناعمة ما شاء الله وجميلة. هنبدأ ندهن العجينة من بره بايدينا كده بالزيت، عشان لما تحطي عليها الكيسة او تحطي عليها الاستريتش ما يلزقش منك. هنا العجينة ما شاء الله لما خمرت، هنا بقى هنبدأ نعملها كور صغيرة قد اكبر من البيضة بحاجات بسيطة، يعني تعملي الكورة اكبر من البيضة بحاجات بسيطة. هنا ما شاء الله شايفين كيلو دي عمل الكمية الحلوة اللي قدامكم دي. يلا كده نسمي الله ونبدأ نفرد مع بعض العجينة. هنا زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نحط ردة ونفرد عليها. انت ممكن تفردي على دقيق، انا هنا فردت على ردة. انا كنت حابة ان انا اعمله زي العيش الافران، فكان شكله فعلا زي عيش الافران كده، كان ما شاء الله عليه. جربوا بنفس الطريقة. بصوا انا فردته وتبدأي تفردي بنفس الطريقة معظم العجين. بصوا ما شاء الله سهل الفرد خالص، مش محتاج اي حاجة. وعشان ريحنا العجينة بعد سنها خمرت تاني، فبدأت تكون سهلة الفرد معانا. شايفين ما شاء الله، وكل ده ما خدش وقت معانا نهائي. هبدأ بقى اركنها واعمل غيرها. كده عملنا الكمية بتاعتنا وغطيناها. وكده اول حاجة نسخن كده الصينية على النار. انا هنا هسويه بطريقتين معاكم. بصوا هنا بعد العجينة ما فقفقت كده، عشان انا ممكن اقلبه بقى على الوش التاني وابدأ اشتغل ان انا اعمله كله على البوتاجاز. لا انا هنا كنت مشغلة الشواية بتاعة الفرن وسبته يكمل بقى في الفرن ان هو ياخد اللون. هو استوت من تحت وفقفقت كده خلاص، ادتني اللون اللي تحت وسويتها حلو. خلاص من اشغل الشوايه تديني اللون اللي انتوا شايفينه عليه من بره. هنا ممكن اعمله برضو بطريقتي. بصي هنا برضو واحده تانية صينيه كمان بنفس الطريقه،
وهدخلها في الفرن. فقفقت خلاص معايا، هدخلها في الفرن البوتاجاز تاخد وش وهتبدأ تتنفخ معايا، وهوريكم ازاي طلع الرغيف منفوخ من الفرن. انا بصوا النار مش عالية قوي ومش هادية قوي. بصوا هنا، بصوا ما شاء الله لما طلع من الفرن اهو ما شاء الله كان سخن. هعمل بقى معاكم واحد على البوتاجاز كله كده على بعضه، هعمله على البوتاجاز. ان اخد الكميه كلها من على البوتاجاز، مش يعني مش هنزله واحطه في الشوايه تحت الشوايه، لا، هوريكم قد ايه هو بيتنفخ مع بعض، قد ايه سهل وبيتنفخ بسهوله ويبقى ما شاء الله. يعني برضو مش مستاهل انك تحطيه تحت الشوايه. احنا بقى بالمقصوصه او بالمعلقه بنبدا نقلب اول ما يفقفق معانا ياخد. بصوا تفضلي تخبطي كده بالراحه، شايفين ما شاء الله. بصوا ادي كده بتطبطبي عليه كده بالراحه، شايفين الرغيف ما شاء الله، شايفين اتنفخ ازاي؟ يعني مش محتاج حتى شوايه. وهكذا لحد ما ياخد اللون ويستوي معاكي حلو. وتخلي النار مش عاليه قوي تحت عشان ياخد السوا بتاعه يستوي، ما يبقاش عجين، لا يستوي معاكي بسهوله ويبقى جميل بالشكل اللي ما شاء الله اللي انتوا شايفينه ده. يعني جربوا الطريقه دي سواء بالشوايه او من غير شوايه، شايفين منظره ما شاء الله. هيعجبكم جدا. بص انا عملت معاكم واحد تاني بس بقى هدخله بقى في الشوايه. انا حبيت بس اوريكم واحد بس بنفس الطريقه اللي انا عملتها في الفرن وخلاص كده. العيش البلدي على البوتاجاز بطريقه سهله وجميله واقتصاديه، وكمان تنفع في اي وقت تعمليها لو ما فيش عيش. حاجه كده ما شاء الله شايفين. وكمان صحي جدا لانه يعتبر بالردة، يعني كأنه حبة كاملة. كده ما شاء الله شايفين. وده اللي عملته. بس شايفين بقى طري ازاي على البوتاجاز، كان طري جدا. ربنا يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال وأبدلنا خيرا منها، اللهم امين يا رب. الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والكومنت واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين بقى العيش؟ يا رب كده ايه كل وصفاتي تعجبكم كلها. كانت معاكم إيمان علي من كوكينج إيمان علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.